بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، جاء في سؤالكم سيدي الكريم: ماذا يفعل من نكس في الوضوء؟ أول شيء ترتيب فرائض الوضوء سنة. قال ابن عاشير: ترتيب فرضه وذا المختار، بمعنى أن القول المختار هو أن ترتيب فرائض الوضوء سنة. أما بالنسبة لترتيب السنن فيما بينها، يعني ترتيب السنن مع بعضها فضيلة، وترتيب السنن مع الواجبات فضيلة كذلك. إذن ماذا يفعل من نكس؟ أولا اللي نكس راه ترك السنة، رد البال، من نكس ترك سنة من سنن الوضوء. إذن ماذا يفعل؟ قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي: وترتيب فرائده فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا مع تابعه. هنا راه كلام مختصر واضح جدا كيحسن في هذا الأمر. هنا يذكر لنا سنن الوضوء، فأخبر بأن ترتيب فرائض الوضوء من السنن، ثم أعطاك حكم من النكاس. قال: فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا مع تابعه. هذا السيد المنكس اللي قدم فرض على موضعه، إما أنه يتذكر بالقرب أو يتذكر بالطول. مثلا أنت كتوضأ، غسلتي الذراعين هما الاولين، عاد غسلتي الوجه. اذا الفرض المنكس هنا هو غسل اليدين الى المرفقين، لانك قدمت هذا الفرض على موضعه انه يكون بعد غسل الوجه. اذا اما انك غتذكر بالقرب او تذكر بطول. ارينا لا تذكرتي بطول، وهذا الطول مقدر بماذا؟ مقدر بجفاف العضو الاخير في الزمان المعتدل. تذكرتي بعد طول، اشنو تدير؟ كتجيب غير هذاك الفرد المنكس وحده، يعني ما تجيبش داك الشيء اللي بعده. اذا ما هو الفرد المنكس هنا؟ وهو غسل اليدين الى المرفقين، غسل الذراعين. اذا غسل الذراعين هو الفرد المنكس، كتجيبه بوحده فقط مره واحده، ما تجيبش اللي بعده. اما لكان القرب، إذا كان القرب كتجيب الفرد المنكس وكتجيب اللي تابعه، تأتي بالفرد المنكس وتأتي بتابعه مرة، يعني تغسل مرة، تمسح مرة، وهكذا. بحال مثلا غادي نقولوا أنت غسلتي اليدين إلى المرفقين، عاد غسلتي الوجه، وكاين القرب. اذا شنو غدير؟ غتغسل اليدين الى المرفقين مره واحده، وتمسح مره واحده، وتغسل الرجلين مره واحده، هكذا. لهذا قال خليل: وترتيب فرائده فيعاد المنكس. شنو المنكس؟ وهو المقدم عن موضعه المشروع له. فيعاد المنكس وحده، يعني مره واحده دون تابعه، ان بعد بجفاف والا مع تابعه. غادي نشوفوا ان شاء الله من نكس في حالة العمد ولو كان جاهلا، لأن هذا الحكم اللي ذكرناه كيتعلق بمن نكس سهوا. اللي نكس في حالة العمد وكان الطول، شنو تيدير؟ كيبدأ الوضوء ديالو. نعم. فمن نكس عمدا ولو جهلا أعاد الوضوء ندبا، أما إلا كان القرب، يعني ما كاينش الطول، راه بحاله بحال من نكس سهوا. قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، قال: فإن نكس عمدا ولو جهلا أعاد الوضوء ندبا. فمن ابتدأ فمسح الرأس سهوا وطال أعاد المسح وحده إن أراد الصلاة به أو البقاء على الطهارة. يعني مثلا انت نكستي عمدا ولو جهلا كتعود الوضوء، هذا في حالة لكاين البعد. اما لان نكستي سهوا، مثلا مسحتي الراس هو الاول، ياك مسحتي الراس هو الاول، اذا قدمتي المسح ديال الراس على مثلا على غسل الذراعين او شيء من هذا القبيل. اشنو غادي دير؟ كتمسح الراس ديالك مره واحده. لو كنتي باغي تصلي بهذاك الوضوء او كنتي باغي تبقى
على طهارة. أرنا غادي نشوفوا من نكس وكان القرب، من نكس وكان القرب. قال فإن بدأ بذراعيه ثم بوجهه فرأسه فرجليه وتذكر بالقرب أعاد الذراعين وأعاد المسح وغسل الرجلين سواء نكس ساهيا أو عامدا. وإن تذكر بعد طول أعاد الذراعين فقط مرة إن نكس سهوا وابتدأ الوضوء إن كان عمدا كما مر. إذن الأمور واضحة جدا والحمد لله رب العالمين.